حماتي وقعت بيني وبين جوزي وبهدلني بسبب الكلمتين اللي هي قالتهم له. لما نزلت كده قالت له ده مراتك عايزه تنظف اوضه نومك وتخلي عديلك دوت ولا مش عارفه اللي هو ايه اللي هو جوز اختي يعني واختها يباتوا فيها. هو في واحده في الدنيا تسيب اوضه نومها الراجل غريب يدخل ينام فيها هو ومراته مهما كانت اختها؟ هي اوض الاطفال عندكم ليه؟ وسمعته الكلمتين التمام. وهو طلع بقى ما توصاش، قال لي يا حبيبه قلبي السرير اللي انت بتنفضيه وبتسويه ده سرير انا وانتي، هم يجوا على راسنا ويقعدوا وهيعمل لهم احلى واجب بس يناموا في الاوضه الثانيه، محدش يدخل ينام في اوضه نومي، اوضه نومي بتاعتي، احنا مش اغراب عن بعض ولا هم ضيوف، اختك صاحبه البيت هي وجوزها وجايين وعارفين ان احنا عندنا اوضه اطفال، احنا ناخد عيالنا معانا في سريرنا وهم يناموا هم وعيالهم في اوضه الاطفال معاكوا السريرين يعملوا اللي هم عايزينه. وما تتنيش الكلمه اللي انا بقولها، هو ده اللي هيتعمل. بقيت واقفه مصدومه مع انه كان موافق وكان مرحب بالفكره، يعني امه اثرت عليه وسيطرت عليه للدرجه دي؟ بصراحه بهدلني اخر بهدله. وبعد ما سويت السرير وفرشته كده وطبقته دخلت بقى